اليوم غادي نغوصوا في واحد من اعقد الازمات الاقتصاديه والتكنولوجيه على ممر التاريخ، ازمه ندره الرام. هذه البيسه الصغيره اللي كنلقاوها في اي بي سي بورتابل ولا في اي ورك ستيشن. اليوم سيدي الثمن ديالها حزق على الداب، وسير شدها انت دابا يلا يطلع هاد الفوق سير هبطها. داكشي النصيحه تعطي للشباب اللي بغاو يتزوجوا دابا يحاولوا في التليفون ما يديش يداب، يتجمع ليه راه 128 64 32. المهم ينوع كلشي كيقول باللي راه الذكاء الاصطناعي هو السبب، وكاين اللي تيقول باللي راه الطلب الكثير ديال المستهلك هو اللي خلى الثمن يطلع. فهاد الفيديو غادي ناخذوا رحله باش ماشي غير نفهموا علاش كندوز بالمعقول انا. في هذا الفيديو الدراري غادي نعرفوا شنو هو السبب الرئيسي اللي خلى هذا الثمن هذا يطلع، وما غاديش نحاولوا نفهموا غير هذا الشيء اللي وقع في ليرام، ما غادي نحاولوا نحللوا حتى شنو غادي يوقع من بعد، ونكتشفوا حتى الاسطوانه الخايبه ديال الشركات تاع ليرام وكيفاش كانوا كيتلعبوا بالسوق قبل، وشنو هما الحوايج اللي خاصنا نردوا لهم البال وما نطيحوش في نفس الغلط اللي طاحوا فيه الناس تاع كارد جرافيك في 2023. دونك الدراري حطوا حداكم شي دقيقه، زير ليا الصمته وزير السير، ويلا نضربوا شي تكايطه في هذا الفيديو هذا باش نفهموا كلشي. ليتس جو. نبداو بالسبب المباشر الا هو الصعود لوحش اتش بي ام. من مورا ما ولينا كنشوفوا التطور الكبير ديال الاي اي، جيميني اللي خرجت لنا نانو بانانا، اوبن اي اي اللي وصلت دابا في شات جي بي تي 5، فراه كان لابد من هاد الشركات انهم يزيدوا يديفلوبيو المودلز ديالهم، يعني بات خصهم بيرفورمانس اللي هي كبيره، من بينها لي كارت جرافيك، من بينها ستوكاج اللي غادي نرجعوا ليه من بعد، ومن بينها بطبيعه الحال اللي راه فراه من بين الاسباب اللي تيقولوا باللي خلاو لي رام يطلعوا فراه هو الاي اي، ولكن بطبيعه الحال ماشي اللي رام اللي عندنا حنا في اللابتوب وفي الورك ستيشن هما اللي كيخدموا بهم الاي اي، فراه الاي اي كيخدموا بواحد لي رام سميتهم اتش بي ام اللي هي هاي باند ويت ميموري. هادو واحد النوع تاع لي رام اللي الكاباسيتي تاع الميموري ديالهم كتكون كبيره بزاف، تقدر توصل حتى ل 5 تيرا. مي قبل خاصنا نعرفوا بعدا شكون هما هاد الشركات هادو اللي كيقادوا لنا لي رام. ثلاثه اللي كاينين في العالم كامل، اما كاين غير الاحتكار، كاينه سامسونج، مايكرون وهينكس. الثلاثه هادو هما اللي كاينين، ما كاينش اللي تيدخل معاهم، وحدهم اللي تيقادوا لي رام. كانوا قاعدين مرتاحين تيدوزوا في لي كوموند العاديين. المشكل اللي وقعوا فيه الشركات المحتكره هاد السوق انه ما كانوش متوقعين الطلب الكبير ديال الاي اي على هذا النوع تاع لي ميموري، بحيث انهم قدروا يوصلوا هاد ثلاثه تاع الشركات ل 80 مليون حبه انتاج في العام. الحاجه اللي خلات سامسونج ومايكرون وهينكس انهم يركزوا الانتاج ديالهم كامل على هاد الاتش بي ام وينقصوا من السيركويت الانتاج تاع لي رام العاديين، وهذا من بين الاسباب اللي كيقولوا باللي خلى لي رام العاديين يغلى. فراه باش تفهموا هاد المصيبه تاع هاد لي سيرفر تاع الاي اي وكيفاش كينصوا هاد لي كومبوزون هادو، فراه سيرفر واحد كتكون فيه اكثر من 500 سلوت، وكل سلوت كتحتاج على الاقل 5 تيرا تاع الرام، راه شي حاجه الحماق. يعني راه طلب واحد من شركات الاي اي اللي عند سامسونج ولا هيليكس راه يقدر يخوي لك السوق كامل. هاد الازمه هادي للاسف ما كاينش اللي وقفها، لان السوق محتكر من ثلاثه تاع الشركات، سامسونج تاع كوريا الجنوبيه، مايكرون تاع الولايات المتحده الامريكيه، وهينكس ديال كوريا الجنوبيه. ثلاثه يا حبيبي اللي شادين السوق. واش عماد غادي يقول لي فين هي الشينوا؟ فين هي حبيبتنا الشينوا؟ الصينه كتقول لها امريكان الله لا دخلتي. واش كاين امريكان وسطات تاع هاد الشركات وبغيتي الشينوا تدخل معاها؟ الله لا دخلت يا حبيبي. راه من بين الاسباب اللي خلى الصين ما تدخلش هي القيود اللي حط امريكان عليها. حنا الصناعه ديال لي رام كتطلب واحد الالات معقده جدا، تكون السميه تاعتهم اي اس ام ال، هما الات من صنع هولندي، وهذا النوع تاع الالات هادو ممنوعين على الشينوا. ترى امريكان خاربه على الشينوا، حابسه عليها الموظف. هذا المشكل هذا عنده الحل، والحل ديالو هو ان الشركات الثلاثه اللي محتكره السوق تقدر تزيد الانتاج تاعها بانها تزيد مستودعات وحدين اخرين الانتاج. ولكن فاش كنجيو كنشوفوا كنلقاو بلي هذه الفكره هذه صعيب باش يطبقوها الشركات من مورا ما داز عليهم في 2021. فراه في 2021 في الوقيته اللي كانت جات فيها كورونا كان نفس المشكل، فراه الطلب كان تزاد على لي رام ولا لي كارد جراف، الحاجه اللي خلات الشركات يزيدوا يتوسعوا باش يكوفروا داك الطلب كامل اللي باغي المستهلك ويزيدوا في الانتاج ديالهم. ولكن طاح الفاس في الراس، ومن مورا كورونا لقاو الشركات راسهم باللي عندهم ستوك طالع والطلب قليل، حاجه اللي خلات الشركات يبداو تبيعوا بالخساره، وصدقوا خاسرين الملايير ديال الدولارات بسبب الطمع والجشع ديالهم. والسبب الاخر اللي غادي يخلي الشركات عمر تفكر باقي تزيد توسع هو التضخم وزياده البنوك المركزيه من اسعار الفائده. القروض ولات غاليه والمستهلك كينقص من المصروف والسوق كيتحول من نقص الى فائض مهول، حاجه اللي بيان سور كيخليو الشركات يبيعوا بالخساره كما قلنا. وهذا الشيء هذا بطبيعه الحال عمر ما غادي يخلي الشركات تفكر باقي تزيد توسع في الانتاج ديالها، لانها عارفه راسها من بعد غادي تخسر. كيوليو عندها مصانع كبار ما قدرش تخلص حتى التكاليف ديالهم وكتضر انها تبيع بخساره. فراه سامسونج وهاينكس في 2023 يقدروا يخسروا اكثر من 15 مليار، ومايكرون صرحت الالاف من العمال ديالها. داكشي علاش الحل تاع انهم يزيدوا يتوسعوا ويبنيو مصانع باش يزيدوا الانتاج عمره ما غادي يكون. السبب الرئيسي الثاني اللي خلى لي رام يطلعوا بهذه الوتيره هذه
الصاروخيه، الا وهو الطلب الكثير من عند المستهلكين. فراه الرام ديال سامسونج كتجي نفس الخدمه تاع الرام ديال هينكس، وكتجي نفس الخدمه تاع الرام ديال مايكرون. ما كاينش شي حاجه متميزه بها رام على رام واحده اخرى من غير الثمن بطبيعه الحال ولا مارك ديال هذاك الرام. داكشي علاش الشركات بعض المرات كيستغلوا هذه النقطه هذه، بحيث انهم هي ثلاثه في السوق كامله، فراه كيلعبوا به كما بغاو ويكون عندهم تاريخ مضلين في التلاعبات ديال السوق. فراه مثلا الشركات ديال هينكس مع الشركات تاع سامسونج في 2019 قدروا انهم يتلاعبوا بالسوق بواحد الطريقه خبيثه، اللي طلعوا فيها الثمن بجوج ودقه واحده على المستهلك وخلاوه يشري بالثمن اللي بغاو هما، ومن موراها تبعاتهم حتى الشركات ديال مايكرون. وهادو من بين الحوايج الخايبين اللي كيخليو المارشي مسدود، كيلعبوا بالمارشي كما بغاو، كيطلعوا الثمن فوق ما بغاو وكينزلوه فوق ما بغاو، وفي نفس الوقيته باش يتحكموا بالانتاج ديالهم مزيان ويخليو المستهلك هو اللي كتجي فيه الدقه. ايوا كيبقى الضحيه في هادشي هذا كامل هو المستهلك بطبيعه الحال. حاليا اللي كيفكر انه يابغريدي البيسي ديالو فراه صعيبه في هذا الوقت بزاف. النصيحه اللي كنبغي نقول انا الواحد بغى يابغريدي البيسي ديالو حاليا يحاول يمشي للدي دي ار 4 ما يمشيش للدي دي ار 5، لانه الدي دي ار 5 حاليا هي اللي طالع فيها الثمن بزاف. اما الدي دي ار 4 نسبيا الثمن تاع ما تزادش بالطريقه اللي تزاد بها الدي دي ار 5. اما بالنسبه لي رام تاع لي لابتوب تقريبا ما تزادوش كاع الثمن ديالو. شحال ما غادي يقول لي دابا علاش دي دي ار 4 الثمن تاع ما تزادش بزاف والدي دي ار 5 تزاد؟ هذه حاجه عاديه، لانه دي دي ار 5 هي جينيراسيون الاخرى في لي رام دابا، وهي اللي كيحاول كل شيء يابغريدي البيسي ديالو بها، سواء اللي بغى يشري جديد سواء اللي ديجا كان عنده بيسي فيه دي دي ار 4 يحيدهم غير يدير دي دي ار 5. السيناريو اللي غادي يقدر يوقع هو ان هاد الارباح الحاليه غادي تغري الشركات باش انها تزيد تبني مصانع وحده اخرى. المصنع باش يتبنى كيشد ما بين 3 سنين حتى 4 سنين حسب الاحصائيات، يعني من 2028 حتى 2023 عاد يقدر انه يكون واجد باش انه ينتج. هذا الشيء يا اما غادي يلبي الطلب ديال الاي اي من ناحيه ديال لي رام اتش بي ام، يا اما غادي يخلق لنا فقاعه واحده اخرى جديده تاع فائض في الانتاج وغادي تعاود لنا نفس السيناريو تاع 2023. يعني غادي يولي عندنا انتاج طالع وطلب قليل. هذا الشيء كيعني ان لي رام غادي ينزل لهم الثمن ديالو. والسيناريو الثاني هو يبنيو الشركات مصانع وحدين اخرين جداد ويزيد الاي اي في الديفلوبمون ديالو، الحاجه اللي غادي يخليه يزيد يطلب الاتش بي ام اكثر ويزيد يطلع الثمن اكثر واكثر واكثر، وغادي يخلي الشركات مفوكاليزين على الاتش بي ام ما غاديش يبقاو ينتجوا لنا في لي رام العاديين، وغادي يزيد يطلع الثمن اكثر ما هو طالع دابا. 2021 مورا كورونا تقاسوا لي كارد جرافيك، 2025 تقاسوا لي رام. دونك شنو هي الحاجه اللي غادي توصلها النوبه من بعد؟ ستوكاج حبيبي. بزاف تاع المحللين كيقولوا بلي ستوكاج هو اكثر حاجه تقدر توشا من بعد، لانه لي سيرفر ديال الاي اي كيحتاجوا فين يحطوا البيك داتا تاعو. هادشي كيعني انا الطلب تاع الاس اس دي غادي يزيد يطلع حتى من هنا لقدام، ولكن من وجهه نظري انا ما كنظنش انه غادي يزيد يطلع بحال الثمن اللي طلعت به لي رام دابا، حيت الاس اس دي ولا الشركات تاع لي ستوكاج كاينين كثار، كاينش احتكار على هذا النوع تاع لي كومبوزون. ونفس الحاجه حتى هي في كارد جرافيك، راه فاش كنطلع الثمن دازت واحد الوقيته تستابلا من بعد هو الثمن كنشوفه تقريبا عادي. مي المشكل الكبير كاين في لي رام، لانه ثلاثه تاع الشركات هما اللي محتكرين السوق كامل. ايوا هادشي اللي كاين في هذا الفيديو هاد الدراري. انا الصراحه من رايي ديالي كيبان لي الشركات عاجبهم الحال صراحه الله، بما انهم كاينين ثلاثه تاع الشركات في السوق كامل، دونك راه يديروا ما بغاو، وبطبيعه الحال راه يكونوا تيتفقوا كيديروا ما بغاو، لانه كيشوفوا الطلب طالع من جهه الاتش بي ام، وبطبيعه الحال الطلب تاع الاتش بي ام راه ماشي هو الطلب العادي تاع المستهلك العادي، فراه الشركات الاي اي راه كيطلبوا لي تيراكتير في لي رام. دونك الحاجه اللي كتبان لي انا هو اللي غادي يزيدوا يفوكاليزيو على الاتش بي ام اكثر ويضربوا مع الصريفه. يمكن يقدروا يديبلوكيو السوق بواحد لا كونتيتي يبداو يخرجوها كل عام، ولكن غيخلي الثمن تاع لي رام العاديين يبقى ديما طالع حتى النهار يفكروا انهم يزيدوا شي مصنع واحد اخر ويحاولوا يديروا مصنع مختص بالاتش جي ام بوحدو ومصنع الاخر مختص لي رام العاديين اللي كيستهلكوهم الناس العاديين وصافي. هذا هو الحل اللي كيبان لي الصراحه الله، من غيره راه ما كاينش. كتبوا لي الدراري في لي كومونتير شنو كيبان لكم نتوما، واش متفقين معايا بلي راه الاس اس دي من بعد هما اللي غادي يزيدوا يطلعوا حتى هما في الثمن ولا لا؟ دونك الدراري هادشي اللي كاين في هذا الفيديو هذا، وما تنساوش كيف العاده شي سبسكرايب ولايك وشي كومنت. الا كانوا كيعجبوكم فيديوهات بحال هكا الدراري ما تنساوش تقولوا لي في الكومنت باش نزيدوا منه. كان معكم جيسلي من تشيس تي في، سمر من العق.